الغاليين أهل مصر، أهلا بيكم في حلقتنا النهاردة. كل سنة وشعب مصر طيب بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. ويا ريت ندردش كده كلمتين على اللي شفناه في الدراما في رمضان. أنا مش هتكلم على مسلسلات، أنا هقول على حاجة بسيطة كده في الإعلانات اللي احنا شفناها. إعلانات جميلة جدا وحاجة إنتاج وفنانين ومغنيين وحاجة جميلة جدا. إلا إن لما جيت أدور كده في أجور الفنانين والمغنيين اللي عملوا الإعلانات دي، لقينا أرقام 30 مليون و20 مليون وكلام من ده. طب الجهات اللي عاملة الإعلانات دي مين؟ الغالبية يا إما بنوك يا إما شركات اتصالات. طب هل البنوك محتاجة دعاية وإعلان؟ هل البنك محتاج إن يعمل دعاية لإعلان متكلف 30 مليون جنيه عشان الناس تعرفه؟ الناس بتدور على البنك اللي فيه الفايدة، ده الطوابير قدام البنوك. طب هل النهاردة شركات الاتصالات محتاجة؟ دي مقفولة على 4 شركات ومعروفين والدنيا مش محتاجة الكلام ده. طب ليه احنا ما نوجهش الفلوس دي للمجتمع المدني؟ يعني ايه؟ يعني ليه ما نعملش السنة دي بال30 مليون بتوع الإعلان ده نعمل مستشفى أطفال مثلا، ولا نعمل جناح في مستشفى لعلاجة مرضى بدون أجر؟ طب ليه احنا النهاردة ما نجيش نطور منطقة معينة في محافظة معينة محتاجة تطوير؟ طب الأدهى من كده، احنا بقى عندنا في كل شارع بنك، بس للأسف البنك جميل جدا ورخام وحاجة محترمة، إلا إن و10 تيلر، إلا إن اللي شغال شباك واحد أو اتنين. طب ليه ما نوجهش فلوس الدعاية دي ونجيب موظفين، بدل ما الناس بتقف وتضيع اليوم عشان يقضي مصلحة في البنك أو يصرف شيك في البنك؟ طورنا كل حاجة إلا إن العنصر البشري مش موجود، تلاقي 10 تيلر وشغال شباك واحد أو اتنين فقط لا غير، ويبقى في عجز موظفين. طب ما بدل ما احنا النهارده بندفع 30 مليون و25 مليون في الدعايه، طب ما نجيب موظفين ونحل مشاكل الناس. احنا محتاجين نوجه دعايتنا صح. على فكره، الدعايه الصح مش انك انت تعمل شو على التلفزيون، الدعايه الصح انك انت تلمس المواطن، الدعايه الصح ان انت تعمل حاجه تفيدني. النهارده لو كل بنك او كل شركه اتصالات من دول بلاش انها تطور وتعمل شبكات، بدل ما كل الشبكات بايظه، لا خليكي بس اعمل فصل في مدرسه، ولا اعمل مدرسه، ولا اعمل جدد مدرسه واكتب عليها ان اتجددت بفضل شركه كذا. مش ده دعايه افضل؟ مش ده توظيف لفلوسنا احسن؟ ولا احنا النهارده نصرف طول الشهر مبالغ ممكن تفتح بيوت طول السنه؟ النهارده لو وجهنا فلوس الدعايه دي لتنميه او للمشاريع التنمويه هتبقى حاجه كويسه جدا. زي ما القاده السياسيه جت قالت مثلا في حاجه زي البرولوس، مدينه البرولوس لما اتعمل فيها الشركه الوطنيه للرمال السوداء، اما قالوا ان 10% من الربح بتاع الشركه دي يوجه للتنميه، المشاريع التنميه في المحافظه. طب ليه انا برضو ما اعملش كده؟ لان البنوك معروفه وشركات الاتصالات معروفه وهم مقفوله على عدد معين، مش محتاج دعايه. احنا محتاجين نعيد توظيف فلوس الدعايه دي صح، محتاجين نوجه الفلوس دي لخدمه المجتمع المدني، محتاج اوجه الفلوس دي لخدمه الشعب بجد. مش اعمل اعلان في التلفزيون وادي لمغني او ادي لممثل 20 و30 مليون. مش كده ولا ايه؟